السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. هذا الفيديو هذا اللي غادي نشوفوا فيه ملف ديال يوسف بالعامري، الظهير الايسر ديال فريق الرجاء وديال المنتخب الوطني. فصراحه فريق الرجاء الرياضي فهو ما تمكنش من اقناع يوسف بالعامري لحد الان لتمديد العقد. لذلك فقرر مكتب الزيات رئيس فريق الرجاء الرياضي انه ينفتح على العروض اللي غادي تعطى اللاعب، وبالفعل فهو بدا الموافقه ديالو لتسريح الظهير الايسر للرجاء يوسف بالعامري الفريق الاهلي المصري. كنعرفوا بان يوسف بالعامري باقي ليه في العقد 6 اشهر، يعني الى ما باعوش فريق الرجاء الرياضي غادي يمشي فابور كيف ما تنقولوا. وهذا الشيء اللي ما بغاش رئيس فريق الرجاء الرياضي زيات والمكتب ديالو، بغاو انهم يستافزوا ماديا، ولو ان قيمه الصفقه الماديه ما غتجاوز واحد 500 ولا 600 مليون. كنظن بانه يوسف العامري قريب انه يتعلن رسميا خارج فريق الرجاء الرياضي. صراحه هذا الخبر هذا ما غاديش يريق الفريق الرجاء الرياضي ولا الجماهير ديالها اللي كانت كتمني النفس انها تحافظ على الركائز ديالها وتقوي التركيبه البشريه بلاعبين في قيمه النادي. لذلك ف امر بقاء يوسف العامري في الرجاء فهو شفناه في اللقاءات الوديه اللي لعبوا فريق الرجاء الرياضي في السعوديه امام الوحده السعودي، وكذلك فريق الاهلي السعودي. فالمدرب فاضلو فخرج يوسف العامري من الحسابات ديالو، ما لعبش 2 لقاءات متتاليه، ما لعبش رسمي، رغم انه دخل في الدقائق الاخيره ديال اللقاء اللي لعبوا في السعوديه الثاني امام الاهلي السعودي، ربحوا فريق الرجاء ب2-1. لذلك فامر بقاء يوسف العامري بالرجاء فهو مستحيل. لما قلناش بان الصفقه تمت رسميا، وخاص غير الاعلان الرسمي ديال الفريقين سواء الاهلي او كذلك فريق الرجاء. وهذا الشيء هذا الاخوان كيحيلنا على الوضع ديال الانديه المغربيه امام الانديه المصريه. فما يمكنش ان فريق الرجاء الرياضي يضيع لاعبين كركائز ديال الفريق في قائمه يوسف العامري اللي كيتنادى عليه المنتخب الوطني. ففريق الرجاء الرياضي رغم التوقيع مع الشركه ديال مرسى ماروك ما تنظنش انه تبدلات شي حاجه كبيره، لان باقي نفس الامر، يعني ما كيقدروش انهم يحافظوا على الركائز، ما كيجيبوش انتدابات كبيره كيف ما كيتسنى الجمهور. لذلك فجميع الاحلام اللي حلماتها جماهير فريق الرجاء الرياضي نقدروا نقولوها بهذه العباره: جمهور الرجاء الرياضي حلم في الصيف بانه غادي يكون عنده واحد الميزانيه ديال اننا نجيبوا لاعبين، او فريق الرجاء يجيب لاعبين 700 حتى ل 600 مليون حتى ل 800 مليون، ولكن على ارض الواقع فشفنا بان فريق الرجاء الرياضي يسير كما سير سابقا. اللهم اذا استثنينا ذوك المسائل الاداريه ديال الشركه والجمعيه، ما كنظنش بان شي حاجه تبدلت على ارض الواقع. لذلك فنقدروا نقولوا بان فريق الرجاء الرياضي غادي يضيع واحد اللاعب من اهم اللاعبين اللي كتبني عليهم المنظومه ديال المجموعه. فريق الرجاء الرياضي فهو توصل رسميا بعرض ديال 500 ولا مع 600 مليون من فريق الاهلي المصري. 600 الف دولار هي كتخص غير 6 شهور اللي باقا. فريق الاهلي المصري فهو باش نعرفوا الاحترافيه ديالو، فهو ملي خصو ظهير ايسر فبادر بانه يخلص حتى ديك 600 مليون عوض انه يتسنى 6 شهور. يعني انهم باش يلعبوا 6 شهور بلا ظهير ايسر في المستوى جاتهم قاصحه ولا جاتهم غير احترافيه. يعني هو فريق احترافي خصو لاعب واجد حتى 6 شهور اللي جايه، لانهم تابعينهم القاب عصبه ابطال افريقيا والبطوله المحليه ديال مصر. لذلك هادو هما الفروق الكبرى، ما كيخليوش شيء للصدفه. خصهم لاعب في واحد المركز كيمشيو يجيبوا احسن ما يكون في القاره، في حين الفرق المغربيه هي اللي كتعطيهم احسن لاعبين كما شفنا في الوداد. صرحات كل من اشرف داري وصرحات العملود وصرحات لاعبين كبار اللي داو معاهم العصبه. كذلك فريق الرجاء الرياضي كيبان شي نجم اللي يمكن انك تعول عليه، كيمشي كمثال بانون فاش كان يلاه جاي في الجاد مثل الاهلي رحيمي مشى. كذلك هو مثال، فهو يوسف العامري غادي يمشي. وهذا الشيء هذا كيخلينا اننا نتسائلوا واش الفرق ديالنا احترافيه، واش الفرق المغربيه باغا تنافس على الالقاب القاريه، ولا الفرق ديالنا المغربيه غير جمعيات اللي كيسمسروا فيها الجميع، يعني العاب نبيعوه. لذلك فربما هذا الخبر هذا غادي ينزل على الصاعقه على جماهير فريق الرجاء الرياضي، ولكن هذه هي سنه الحياه. حنا كنتفاعلوا مع اي موضوع ولا اي حدث رياضي كنحاولوا نعطيو المعلومه صحيحه والمعلومه بدون لغه خشب كما تنقولوا.
فللاسف فريق الرجاء الرياضي غادي يضيع واحد اللاعب اللي كنظن انه خيخصو بزاف باش انه يعوضوا، رغم ان فريق الرجاء دخل في مفاوضات مع بنتيك وعطيات الله، لكن كنظن بان المطالب الماديه ديال هاد اللاعبين كنظن حتى هي غادي تخلي الامر صعب في تعويض لاعب في قيمه يوسف بن العامري. اخوان، الى فيديو اخر والى حدث رياضي اخر، كنضرب لكم موعد في فيديو اخر جديد باش نناقشوا حدث رياضي اخر جديد باذن الله.